النهارده في حلقة رامز كان مستضيف اتنين رقصات كده مش مصريين أجانب. واحدة منهم اسمها بدرة، أنا عارفاها من المسلسل بتاع كامل العدد. بيسأل بدرة، بيقول لها انت جيتي مصر تعملي ايه؟ قالت له عشان أعمل فلوس يا حبيبي، أعمل فلوس. متخيلين؟ جاية مصر تعمل فلوس. بس هي يعني مش حاجة غريبة، هو كل الأجانب و... والغير مصريين عموما حتى لو عرب لما بيجوا هنا مصر بيعرفوا يعملوا فلوس كويسة قوي. المصريين نفسهم ما بيعرفوش يعملوها، ما بيعرفوش يعملوا الفلوس اللي الاجنبي لما بيجي هنا مصر بيعملها. طيب انا ما اعرفش ده ليه. هل ده عيب في المصريين ان هم ما بيعرفوش يعملوا فلوس او ما بيعرفوش يشتغلوا، ولا عيب في المصريين برضو اللي هم بيحبوا الاجانب اكتر او عندهم عقدة الخواجة؟ يعني اجيب رقاصه اجنبيه تبقى حاجه نيو ستايل كده بقى، وابقى حاجه فريده من نوعي، وجايبه رقاصه بقى روسيه ولا اسبانيه ولا اجيب عامل مصري ولا عامل اجنبي؟ لا، اجيب عامل اجنبي طبعا، ده هيبقى تمام التمام يعني. اشتري من محل مصري ولا محل يمني ولا سوري؟ لا، اشتري من محل يمني او سوري. دول يا جماعه دول فظاع في مجال الطبخ والاكل والبتاع. طب هل احنا عندنا عقده الخواجه، ولا عندنا مشكله في الشغل نفسه؟ احنا كمصريين ما بنديش للشغل حقه. احنا كمصريين ما عندناش حته اللي ايه، اشتغل شغلانتي بحرفيه الا من رحم ربي. يعني مش بنتكلم عن المصريين كلهم، ولكن نقول 50% مثلا. هل ده واقع؟ ان معظم الناس ما بتحبش الشغل اللي هي بتشتغله، بس واخداها سبوبه، فاللي هو بتقلب الشغلانه، وبالنسبه له الشغل ده نحتايه ويطلع منه قرشين وخلاص. ولا ايه؟ ولا العيب في مين؟ العيب في مين ان الاجنبي يجي هنا مصر يعمل فلوس والمصري مش عارف يعمل فلوس؟